رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. بداية أقول لشعب السويس أنكم شعب دائما، شعب صامد، شعب مجاهد، شعب لا يعرف الدنية أبدا، الشعب الذي دافع عن مصر كلها حينما غزا اليهود، حينما غزا الصهاينة هذه البلدة المباركة. تصدى لها شعب السويس وسقط شهداء كما سقطوا يوم 25 ابريل في هذا المكان في 25 يناير. شعب السويس دايما شعب قوي، شعب لا يرضى الذل، شعب لا يرضى الدنية ابدا. هذه بداية. ثم اقول اننا دائما نقدم الشهداء، وفي يوم 25 يناير سقط في هذا الميدان 3 شهداء، ثم تلاهم بعد ذلك 19 شهيد. وأود أن أقول لشعبنا ولأهل الشهداء أننا نفرح بهم ونغبطهم في الله، ونقول اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، لأن الشهيد يغفر ذنبه في أول قطرة دماء تخرج من جسده، يغفر الله عز وجل ذنبه. الشهيد حينما تخرج أول قطرة من دمه يغفر الله كل ذنوبه، فهذا أمر هام يجب علينا أن نعيه. أهالي الشهداء، أنتم قدمتم أبناءكم هؤلاء في سبيل هذه الحرية التي سننالها قريبا، بإذن الله. قدمتم دمكم ودم أبنائكم من أجل حرية مصر كلها، من أجل إسقاط هؤلاء الطغاة. فعلى هذا الضرب سيروا، على هذا الضرب لا تكلوا ولا تملوا، وإن شاء الله ستكون لنا مسيرة غدا بإذن الله أيضا من مسجد الشهداء، ثم نجوب بعد صلاة العصر، ثم نجوب المحافظة كلها، بإذن الله عز وجل. وبإذن الله سنستكمل المسيرة ولا يكل أحد ولا يمل. سنخرج إلى ميدان الإسعاف، ثم نختم في ميدان الإسعاف إن شاء الله. وغدا بإذن الله يوميا بكرة العصر ميدان مسجد الشهداء إن شاء الله. يسقط حسني مبارك.